فريق منتلى عابر فريق اول. فريق اول. اي سيف ونجمتين وتاج. نعم. أي. نحن مؤسسة المرسى. نحن مؤسسة المرسى الثقافي للزي التراثي. اهلا اهلا. الله يسلمك. حياك. هذا الزي في اي زمانات هذا سنة 1921 وانا قال شخصية الزعيم بوقته هو جعفر مصطفى عبد الرحمن النعيمي، اول ضابط بالجيش العراقي واول وزير دفاع بالجيش العراقي. مع العلم هو خريج كلية اسطنبول. جعفر يعني ايش اسمه؟ جعفر مصطفى عبد الرحمن النعيمي من اهالي كركوك. جيد. نعم. هذا اول ضابط بالجيش العراقي؟ اول ضابط بالجيش العراقي، خريج كلية اسطنبول تركيا، لان كان العراق يحكم الدولة العثمانية. نعم. تمام. زين. هذا الامر يفهموه الشباب حاليا؟ هذا لا اكيد منتهي من عندهم، لان مو بس لان ما حق لهم عليه. هذا مو بس تراث، هذا اقدم ضابط بالجيش العراقي واقدم وزير دفاع واول من فكر ياسس الجيش العراقي. نعم. طيب هذا الاسم عند الجيش العراقي حاليا مهم؟ اكيد. يعرفون ثقله؟ اكيد. ضباط الجيش الحالي؟ طبعا الجيش اذا ما له قاعده ما له، اهم شيء الاساس. نعم. في اي زمانات كان او بقى الجيش العراقي قوي؟ في اي فتره؟ هو الجيش العراقي ما دام قوي ويبقى قوي. نعم. لا تنسى احنا جيشنا العراقي اخذ المرتبه الخامسه عالميا، تعرفون بها انتم في الثمانينات. مقاتلين شاوس. نعم. مو؟ نعم، والنعم منهم اللي انجرح واللي استشهد. زين. من تتجول بالمتنبي وانت بس بالمتنبي تطلع بهذا الزي؟ لا، احضر كل مهرجانات والافتتاحيات. ما تتعرض لانتقاد؟ والله انتقاد للي مع احترامي للسامع، اللي متجاهل، مو جاهل وانما متجاهل. اكو جاهل واكو متجاهل. المتجاهل يكون هو يعرف بس يحاول يكون الضد. زين. تسمح لي هاي العصا بس اشوفها؟ لا ما اقدر، هاي ملكيه. ملكيه؟ نعم. يعني هي تاريخ لو شنو؟ اكيد. يعني بالك قصدي انت صانعها يعني؟ لا. بيها الملكي؟ نعم. جيد. زين. عصا التبختر تصير باليسار لو باليمين؟ لا باليسار. ليش؟ لان على مود ليش مو باليمين؟ على مود اليمين ياخذ بها تحيه. احسنت. على مود اليمين تصير فارغه للتحيه. اكيد. جنابك اشتغلت بالسلك العسكري لو لا؟ اكيد. نعم. جيد. الخدمه العسكريه حلوه؟ وهي مصنع الابطال، يعني من قالها ما قالها عن فراغ. الكليه العسكريه. نعم. الكليه العسكريه مصنع الابطال، لان تعلم على الصبر وتعلم على الغربه وتعلم على التقاليد والانضباط والشخصيه. هسه شوف انت منتبه، حتى مثل حاليا بالمدنيين اللي تباوع عليه مشيته وبقيافته تعرف هذا ضابط شلون. اول ما يتقدم برجله اليسرى. انتهي من عنده. زين. قيافته، مشيته، رفعت راسه، هيبته، شخصيته، مبين ذاك هو ضابط. بينما المدني مع احترامه له، المعلم او المدرس او ما اعرف ايش متجاهل هذه السوالف، ما مر بيها. جنابك من دياله؟ نعم. اي لعيشتك دياله. الله يسلمك. حياك الله. حبيبي الغالي. اهلا وسهلا. شلون الشباب؟